كان اسمه يوسف، بس محدش في الحارة كان بيناديه غير باسم واحد، يوسف الغوري، علشان اتولد في حارة صغيرة جنب جامع الأزهر. كبر في حضن الغورية وتعلم الأدب من الحسين والصبر من سوء النحاسين، وتربى على المبدأ اللي بيقول الراجل ما يهونش في حقه لكن ما ياخدش حق غيره كمان. يوسف كان صنايعي نادر، شغال في فن تطعيم الخشب بالنحاس. ايده كانت تتلف في الحرير ويعمل الوردة كأنها بتتنفس. كان شغله يروح لمعارض في أوروبا قبل ما الناس تعرف يعني ايه هاند ميد. بس يوسف ما تغرش، كان يقف عند باب ورشته يدي السلام للصغير قبل الكبير والغريب قبل القريب. وفي يوم جه للحارة شاب غريب لابس شيك متكلم، وقال إنه عايز يشتري تحف أثرية للعرض. طلب من يوسف يبيعله صندوق قديم كان ورثه من عيلته، وصاحبه الله يرحمه وصاه ده ما يتباعش يا يوسف، ده من ريحة الجدود. الشاب حط على الترابيزة 1000 ورقة، وبعدها 2000، وبعدها 5، والناس حوالين يوسف قالتله الزمن اتغير ومفيش حاجة بتفضل. لكنه بص للشاب وقاله الحاجة اللي جاتني من غير تعب لو راحت ما تزعلش، إنما اللي جالي فيها تعب وأصل لو بعتها أنا اللي هكون ضيعت نفسي. ومن ساعتها الناس قالت يوسف الغوري ابن الأصل ما باعش ولا هيتباع. وفي الحارة محدش تاني اتجرأ يسأل عن تراث مش بتاعه، لأن طول ما فيها يوسف الحق ما بيضيعش.